ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل لكم طريقه قمر الدين لعشاق قمر الدين. معانا لفه قمر الدين هنفتحها ونقطعها كده بطريقه ان هي تسهل علينا انه يدوب، بطريقه بس صغيره كده، ما يكونش كبير، علشان لما نحطه على النار يدوب معانا بسرعه. كده احنا قطعناه، حطينا عليه 4 كوبايات ميه بالمج العادي اللي عندنا في كل مطبخ، وهنرفعه على نار متوسطة. ومعانا هنا كوباية مية كمان عليها 5 معالق نشا. هندوب النشا كويس جدا. يبقى كده المية معانا 5 كوبايات، 4 حطيناها على قمر الدين وكوباية على النشا. هنفضل نقلب كده زي ما انتوا شايفين معانا لحد ما يدوب. وهنا ده القوام المطلوب معانا، زي ما انتوا شايفين داب معانا كده على نار متوسطة، وده المطلوب معانا. هنحط 5 معالق سكر وهنفضل نقلب كده. هنجيب النشا بس نديله تقليبه علشان بيكون ركن تحت، وايد تقلب وايد تفضي النشا زي ما انتوا شايفين معانا كده يا حبايبي. ايد تقلب وايد تفضي النشا عشان ما يكلكعش معانا، وده القوام المطلوب معانا. هنقلب كده كويس زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد. ده القوام المطلوب. وهنا هنقدمه زي ما انتوا شايفين كده معانا كده، ايه، واحده واحده. اللهم صل على سيدنا محمد. ومعانا هنا التزيين حسب الرغبه، هيبقى فيه جوز الهند وزبيب وفستق مطحون، وحسب الرغبه. في ناس ما بتحبش اصلا تزينه، حسب رغبتك. ومعانا هنا ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناه وتدعمونا بلايك، وبألف هنا وشفا.